أهلا بيكم. عارف إن الموبايل الأندرويد بتاعكم طول الوقت بيتبع كل حاجة بتعملوها، بيراقب التطبيقات اللي بتستخدموها، بيشوف بتكتب إيه، وبيتبع حتى العمليات اللي بتعمل بيها سيرش على الإنترنت. والصدمة الأكبر الموبايل كمان بيسمع محادثاتكم من غير ما تاخدوا بالكم، وكل خواص التتبع دي بتكون شغالة تلقائيا في أي موبايل أندرويد. بتسحب من البطارية وبتبطئ الجهاز وبتجمع بياناتك وانت مش حاسس. بس ما تقلقوش، في فيديو النهارده هوريكم ازاي توقفوا 3 اعدادات مهمة قوي بتتجسس عليكم من غير ما تحسوا. بس المهم قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل النصايح التقنية اللي هتخلي موبايلك أسرع وأأمن. أنا يحيى ناجي وبسم الله نبتدي. الخطوة الأولى هنوقف تخصيص الإعلانات باستخدام البيانات المشتركة. موبايلك بيجمع بياناتك وبيشاركها مع تطبيقات كتير قوي بحجة تحسين التجربة، بس في الحقيقة إنه بيتجسس على كل خطوة بتعملها. يعني كل مرة تفتح تطبيق أو تتصفح الإنترنت أو تبعت رسالة، نشاطك بيتسجل وبيتحلل عشان يطلعوا لك إعلانات على مزاجهم. وده مش بس انتهاك لخصوصيتك، ده كمان بيستهلك موارد الجهاز وبيسحب بطارية أكتر وبيبوظها تقريبا. وعشان تلغي الموضوع ده افتح الإعدادات، انزل تحت واضغط على جوجل واختار جميع الخدمات. هتنزل لحد الخصوصية والأمان وهتضغط على التخصيص باستخدام البيانات المشتركة. هتلاقي قائمة تطبيقات واخدة إذن الوصول للبيانات دي، زي تطبيقات الرسائل، السوشيال ميديا، وحتى تطبيقات الشراء. اقفل كل التطبيقات اللي في القائمة دي، وبمجرد ما هتعمل كده مش هيعرفوا يتبعوا حركاتك على الإنترنت، ومش هيعرفوا يجمعوا بياناتك، ومش هيعرفوا يوصلوا لك إعلانات مستهدفة عليك. وبكده كمان هتوفر قدرة كبيرة في معالجة الموبايل، وده بيخليه بيشتغل أسرع وأكفأ كمان. الخطوة التانية إن أنت هتمنع جوجل من جمع بيانات استخدامك على الإنترنت. لعلمك جوجل طول الوقت بيراقب أنت إزاي بتستخدم موبايلك، التطبيقات اللي بتفتحها، الوقت اللي بتقضيه في كل تطبيق، وحتى لو الموبايل هنج أو النظام حتى وقع، كل البيانات دي بتتبعت لجوجل بحجة تحسين الخدمات. وده معناه إن أنت موبايلك دايما شغال في الخلفية عشان يبعت تقارير، وده بيبطئ الجهاز وبيسحب بطارية أكتر. طب إزاي نقفل الميزة دي أو الخاصية دي؟ هنرجع لقسم الخصوصية والأمان جوه إعدادات جوجل، وهندخل على الاستخدام وبيانات التشخيص. هتلاقي زرار جوه تشغيل وإيقاف، اقفله فورا. ولما تقفلها الموبايل مش هيبعت تقارير مستمرة لجوجل، والأنشطة الخلفية هتقل، وأداء الجهاز هيتحسن قوي، وخصوصيتك هتبقى أقوى بكتير. أما الخطوة الثالثة فهي إن أنت تمنع الإعلانات من التجسس عليه. هديك مثال بسيط. عمرك اتكلمت عن حاجة جنب الموبايل وبعدها بدقايق أو بثواني لقيت الإعلانات مغرقاك عن نفس الحاجة اللي أنت كنت بتتكلم عليها؟ ده بيحصل لأن جوجل بتستخدم الميكروفون وبياناتك عشان تبعت لك الإعلانات اللي هي سامعاها منك. الموبايل يا صديقي بيسمع كل كلمة أنت بتقولها وبيستخدمها لتوجيه إعلانات متخصصة عشانك من الكلام اللي أنت بتقوله. مثلا لو قلت أنا محتاج جزمة جديدة، هتلاقي فجأة إعلانات الجزم ملت السوشيال ميديا عندك. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ طب إزاي توقف الإعلانات دي؟ هنرجع للإعدادات وهتفتح جوجل وهتضغط على كل الخدمات، وتحت قسم الخصوصية والأمان اختار الإعلانات ودوس على إعادة تعيين معرف الإعلانات، وده هيمسح كل بيانات التتبع اللي متسجلة على جهازك. وبعدها اضغط على حذف معرف الإعلانات، وده بيمسح الاي دي بتاعك نهائيا، ومش هيفضل فيه أي تعريف يربط الإعلانات بجهازك. وممكن كمان تلاقي اختيار اسمه إنشاء معرف جديد، ما تفعلوش، لأنك كده هتفعل اي دي جديد تماما وجوجل هتكمل تتبعك من أول وجديد. لكن لما توقف الادفرتايزنج اي دي، جوجل والشركات التانية مش هيقدروا يبعتوا لك اعلانات مستهدفة، وهيقل ظهور الاعلانات اللي بتطلع فجأة كل ما بتتكلم عن حاجة جنب الموبايل. وبتعطي لك للثلاث اعدادات دول هتكسب 3 فوائد مهمين قوي. اول حاجة الموبايل هيبقى اسرع، لان العمليات الخلفية اللي كانت بتبطئه هتقل. تاني حاجة إن عمر البطارية هيزيد لأن مفيش بيانات بتتباعت في الخلفية طول الوقت. وتالت حاجة إن خصوصيتك هتبقى أقوى وفي السماء، والموبايل هيشارك أقل قدر ممكن من المعلومات مع جوجل والتطبيقات التانية. وبكده نكون خلصنا النهاردة. لو استفدت بأي حاجة يا ريت تعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، واكتب لي في الكومنتات فعلت إيه وسبت إيه. وسلام.